قال عزيز بودربالة اللاعب السابق للمنتخب الوطني وأحد صناع ملاحمة مكسيكو 86 إن مجموعة المنتخب الوطني بمونديال روسيا 2018 تذكره بمجموعة المغرب بمونديال المكسيك 1986 والتي حققت فيها إنجاز الوصول للدور الثاني على الرغم من أنها كانت توصف بمجموعة الموت. وأكد بودربالة في تصريح خاص به: كنت أفضل صرحت أن نتواجد في المجموعة الأولى السادسة لكون متفائل جدا بهذه المجموعة لعدة أسباب، من بينها أن المغرب دائما ما كان يبصم على مباريات كبيرة في تاريخ مواجهاته للمنتخبات الأوروبية، ثم لأننا نتوفر على منتخب قوي يعتبر الأقوى في القارة الإفريقية، ونملك خط دفاع صلب لم يتلقى أي هدف في التصفيات. واعتبر نجم الوداد سابقا بأن المغرب لحد الآن ما زال عقدة للبرتغال، لذلك فإن عامل التاريخ والعمل النفسي إلى جانبنا عزيز بودربالة، كما شدد أن المباراة الأولى أمام إيران ستكون هي بوابة التأهل للدور الثاني، وأن الأسود قادرون على الفوز. وقال: لدينا لاعبين لهم خبرة قوية في الملاعب الأوروبية، كما نملك أيضا لاعبين مهاريين وصغار في السن يملكون طموحا كبيرا. يقول بودربالة قال أيضا بأن البرتغال ليست بذلك الفريق الرابع. تابعنا الصعوبات التي واجهوها في تصفيات المونديال، بل حتى في كأس أوروبا الأخير والذي لم يظهروا فيه بمستوى كبير. أما بخصوص المنتخب الإسباني فهناك عامل مهم يجب أن نثيره، وهو أن جيل لاعبي لا روخ يلعبون في الريال والبارا وسيخوضون منافسات عصبة الأبطال الأوروبية. نتمنى أن يصلوا للنهائي حتى يكونوا في وضعية بدنية صعبة، لأن عامل الإرهاق البدني قد يكون له دور كذلك في المونديال. يقول بودربالة.